بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اهلا اهلا يا حيلته اهلا. هنتكلم النهاردة عن كام نقطة كده يخصوا الأهلي والمنتخب وتفاصيل كأس العالم ومجموعتنا والكلام ده. بس قبل ما ندخل في تفاصيل، في نقطتين كده كنت حابب يعني أنوه عليهم. حسام حسن فضح الدنيا ولازم نبدأ المعسكر بدري ومش عارف ايه. هوب راح ساب المعسكر ومسافر على أمريكا يحضر القرعة بتاعت كأس العالم. تخيل. امال انت يا عم مستعجل وقالب الدنيا ليه؟ شكلنا داخلين على ايام ما يعلم بالله ربنا. يا عم ما تهدى شويه، انت في ايه؟ افريقيا خلاص قربت، مستعجل على المعسكر بتاع افريقيا. طب انت مستعجل على المعسكر، ركز بقى واهدى كده واركز في المعسكر، مش لازم تقعد تتفطط وتجري ورايح تحضر القرعه بتاعت كاس العالم. يعني بص، ساب المعسكر وطلع يحضر القرعه بتاعت كاس العالم ومستعجل يبدا المعسكر بدري. حاجه غريبه جدا يعني ومش عارف اقول لك ايه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ طيب بص، هو انا قبل ما اكلمك عن التفاصيل بتاعه المجموعه بتاعتنا، هقول لك على مفارقه كده غريبه. يعني احنا فرحانين بايه؟ فرحانين ان المجموعه بتاعتنا فيها ايران، تمام، ونيوزيلندا زي الفل كده. وايران فرحانه بينا، تمام، وبنيوزيلندا. ونيوزيلندا فرحانه بايران وبينا، تمام. وبلجيكا فرحانه بينا كلنا. وكلنا متكيفين من اللي بيحصل. نفوخ يا عالم. مجموعة مصر اللي هي مصر، تمام، وبلجيكا ونيوزيلندا وإيران. مجموعة ولا أسهل، ما فيش أسهل من كده مجموعة، تمام. بس في نفس الوقت إيران فرحانة بينا ونيوزيلندا فرحانة بإيران وبينا، تمام. وبلجيكا فرحانة بينا إيه كلنا بالصلاة على النبي كده. فكله فرحان ببعضه كده وفرحانين مع بعض بالمجموعة اللذيذة دي. ماشي. بص يا سيدي، التفاصيل بقى بتاعت قصة كأس العالم. انطلاق كأس العالم هيبقى 11/6، واخر مباراة في كأس العالم اللي هي النهائي هتبقى 19/7. يعني انت بتتكلم في 39 يوم او 40 يوم تقريبا، تمام. كأس العالم المرة دي 48 فريق، تمام، متقسم على 12 مجموعة. الدور الثاني هيكون 32 مجموعة. يعني الدور الثاني اكنه الدور الاول بتاع كاس العالم اللي هو كان بيتلعب قبل كده 32 فريق. دلوقتي الدور الثاني هيبقى 32 فريق، تمام. طيب هتبقى ماشيه ازاي؟ او هياخدوا ال 32 فريق دول ازاي من ال 48؟ هياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه من ال 12 مجموعه. هياخدوا الاول والثاني، هيبقى كده معانا كام؟ 24 فريق. هيتفضل 8 فرق عشان يبقوا 32. هياخدوا احسن 8 توالت في ال 12 مجموعه. هينقوا كده احسن 8 توالت في ال 12 مجموعه هيصعدوا. يعني انت بتتكلم كده فرصه ذهبيه ان انت تصعد الدور الثاني. يعني انت بتتكلم في ان انت لو ما صعدتش اول وتاني دي طبعا انت فاهم، بعد وضع حسام حسن والليله دي. بنتكلم ان انت كمان في احسن احسن 8 توالت يعني يصعدوا. فده كده 32 فريق، 24 اللي هم اول وتاني المجموعه، والثمان فرق التانيين هيبقوا احسن 8 توالت في المجموعه، في المجموعات كلها. هيبقى كده معانا كام؟ 32 فريق. بعد كده هيبقى في النوك اوت اللي هو خروج الخسران، هيبقى دوت دور ال 16، ماشي. وبعد كده هيبقى دور الثمانية ربع النهائي، وبعد كده نص النهائي. والنهائي زي ما احنا قلنا كده هيكون ان شاء الله يوم 19/7. لو بصيت كده ان المغرب، احنا تصنيف تالت عشان تبقى عارف. المغرب تصنيف تاني، تمام، وايران تصنيف مستوى تاني. يعني ايران والمغرب مستوى تاني واحنا مستوى تالت. تخيل المأساة بتاعت اتحاد الكورة بقيادة هاني بيه أبو ريدة، تمام، مودينا لغاية فين. ما علينا. مجموعة مصر بقى يا سيدي، احنا قلنا بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا، تمام. مجموعة سهلة جدا. يعني يعني أسهل يعتبر مجموعة، ومن أسهل المجموعات في التصفيات كلها. مش محتاجه حاجه يعني. في ظل ان الزمالك بيعلن افلاسه، عشان تعرف بس الفرق الاداري. يعني مشاكل الزمالك من زمان اداريه. في ظل ان الزمالك بيعلن افلاسه ايام معدوده، هتعرف هتلاقي ان نادي الزمالك فلس، الا اذا طبعا الناس اللي ساندينه اللي انت عارفهم لحقوه، يعني زي ما بيلحقوه كالعاده. فالدفاتر دفاترني والورق ورقني.
مبروك يا اولاد. تمام. الفشل الذريع اللي نائب رئيس البنك الاهلي بيقول لك ان البنوك ناجحه عشان اللي ماسكينها زملكاويه، كانوا نفعوا نفسهم، كان نفعوا نادي الزمالك اللي هو من فشل لفشل ووقف قيد سادس. الزمالك عشان يقوم من الفشل والفساد اللي هو فيه ده محتاج 1,500,000,000. انت متخيل الرقم؟ يا مصيبتي كده كتير والله كتير. رقم مهول عشان الزمالك يرجع تاني ينافس او يرجع تاني ان الالعاب تكمل. الزمالك هيدخل بعد التوقف الدولي مش هتلاقي ولا لاعب من المحترفين موجود في القائمه، كلهم هيفسخوا عقودهم، بالاضافه ان ممكن كمان لعيبه مصريين يفسخوا عقودهم عشان ما بياخدوش فلوس. يا نهار ازرق يا حزن الحزن. فالزمالك من سيء لأسوأ. الزمالك داخل على ايام سودة، حرفيا ايام سودة. يعني انت لو بصيت كده على التفاصيل اللي حاصله مع الزمالك هتعرف ان مشاكل الزمالك من زمان مشاكل اداريه وحرب وصراعات وقضايا بين الادارات المختلفه ومشاكل وفساد مستشري. نفس الفكره بتاعت اتحاد الكوره على فكره، هما الاتنين نفس العينه، مجمع اللوافه. حتى رئيس اتحاد الكوره زملكاوي برضه نفس الموضوع. فانت بص، مجمع اللوافه هما الاتنين زي بعض، محصلين بعض. فالفرق بقى هنا الاداري بين الاهلي والزمالك، والفرق بين العقليات اللي بتدير النادي. تشوف التصريحات بتاعه ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي، وهو يعتبر رئيس الفعلي للنادي الاهلي الدوره دي، وان شاء الله يبقى هو رئيس النادي الاهلي الدوره الجايه. اتكلم في تصريحات ناريه قال لك ان القادم ان شاء الله للاهلي هيكون افضل. اتكلم ان الاهلي اكبر نادي في العالم، والحاجه اللي بتسعد الملايين المصريين. يعني حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى حطه في المكان دوت عشان يسعد 80 مليون مصري. يعني بقول مصر فيها 110 مليون واكتر، وعندنا اكتر من موهبة زي محمد صلاح. اعد ان هو ممكن يكون 20 او 30 موهبة زي محمد صلاح محتاجين دعم، وهو بيفكر ان محور تركيزه يكون اتجاه الناشئين والمواهب الصاعدة. هو ده اتجاه ياسين منصور الفترة الجاية. بيتكلم عن ارقام رعاية الاهلي قابلة للتضاعف ل20 ضعف. انت متخيل نادي بيفلس ونادي تاني بيتكلم في الرعاية اللي هو بيستهدفها هتكون 20 ضعف الرعاية الحالية. ده نجاح اداري على جميع المستويات، لان في ناس بتتكاتف وبتشتغل لمصلحة النادي. تمام. بيتكلم ان ارباح التذاكر بتاعت المباريات ما تكملش 1% من العوائد اللي بتدخل للنادي. تمام. وهو بيشتغل عليها لان بيقول ان تجربه حضور المباريات تجربه صعبه جدا وسيئه، وده حقيقي. كلنا طبعا لما نروح نحضر ماتش بنشوف ايام ما يعلم بها الا ربنا. فهو بيتكلم ان هو بيحاول يحل الموضوع دوت مع الدوله بحيث يبقى موضوع حضور المباريات اسهل نوعا ما وافضل. تمام. النقطه الاخيره بقى اللي انا هكلمك عليها الهبد بتاع اعلام زيزي. تمام. بيتكلموا ايه؟ ان انتوا دلوقتي شوبير عمل مداخله مع فريرا المدير الفني بتاع الزمالك. طب ليه ما يعملش مداخله مع كولر المدير الفني للنادي الاهلي؟ بص، هو كولر مشي من الاهلي، تمام، ملوش مستحقات، مفيش ديول ورا الموضوع، واخد حقه والدنيا تمام دلوقتي ومفيش اي مشكله مع النادي الاهلي. تمام. فريرا في مشكله، ليه مستحقات. كولر لما كان في النادي الاهلي هيقول ايه؟ هيقول ان هم عملوا لي احتفال عشان انا ماشي، اعلانات في شوارع القاهره كلها وانا ماشي شايفها. هيتكلم هيقول ايه؟ لكن التاني لما اتكلم نشر الغسيل كله، تمام، اللي لا مؤاخذه غسيل وسخ وفضح الدنيا وقال تفاصيل. طبعا هو ده الكلام اللي هو قاله الناس كلها عارفاه. لكن الفكره هنا انت كاعلام الزمالك انت بتبيع ايه للجمهور؟ بتبيع له ايه؟ بتبيع له ان مفيش مشكله، انه الراجل دوت مش من حقه ان هو يطالب بفلوسه. لا يا عم، حقه ان هو يطالب بفلوسه. وانت ايه المشكله؟ يعني انت مثلا لو انت كشخص شغال او موظف وليك فلوس هتقول لهم لا انا مش عايزها؟ مستحيل طبعا. فهبد كالعاده بتاع اعلام زيزي ومفيش فايده. الناس دي العقليات بتاعتهم هتفضل مكمله بالطريقه دي، مفيش فايده، ملهمش حل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.